السلام عليكم ومرحبا بكم مع شهوة نوفل. اليوم غنقدم لكم مائدة الإفطار. إن شاء الله غادي نبدأ بالبريوات. سنحتاج إلى فلفل أصفر، أخضر، أحمر، بصل مقطع قطع صغار، زيتون، ملعقة كبيرة من البقدونس، 300 غرام من اللحم مفروم. للتوابل سنحتاج إلى ملعقة صغيرة من فلفل أحمر، زنجبيل، كركم، فلفل أسود وملح وزيت زيتون. ونحتاج كذلك إلى ورقة البسطيلة. نبدأ على بركة الله. عندي مقلاة فوق النار على حرارة متوسطة، غادي ندير فيها 4 ملعقات كبار من زيت الزيتون، نضيف الفلفل الملون والبصل والزيتون، ثم التوابل، ونتركهم يتشحروا مع بعضهم لمدة 10 دقائق. بعد 10 دقائق الآن غنضيف البقدونس، نخلط العناصر مع بعضها، نضيف أيضا اللحم المفروم، ونتركه يطبخ لمدة 10 دقائق. بعد ما طابت لي الحشوه وخليتها تبرد، قطعت ورقه البسطيله على 2، وغادي نضع في الوسط ديالها ملعقه كبيره من الحشوه، وغادي نبدا نسد فيها بحال هذا الشكل هذا عند شكل السيجار. أعيد العمليه. بحال هذا الشكل هذا، نستمر على العمليه حتى نكمل الحشوه كلها. بعد ما كملت نعمل سيجار، عندي هنا شويه زبده مذوبه، غادي ندهن البريوات من الفوق وندخلهم الفرن على حراره 180 درجه لمده 15 دقيقه. أنا أحضر أيضا البطبوط. سنحتاج إلى 400 غرام من الدقيق الأبيض، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة صغيرة من السكر، والماء دافي على حسب الخليط. في إناء نضيف السكر ثم الملح، نخلط العناصر الجافة مع بعضها، ثم نضيف خميرة الخبز، ثم نجمع الخليط بالماء دافي بشوية بشوية. بعد ما عجنت العجين نتركه يرتاح لمدة 10 دقائق. بعد ما ارتاح العجين عندي هنا شوية زيت المائدة، وغادي نبدا نكور كويرات صغار بحال هاد الشكل هذا. بعد ما كملت نكورهم عندي هنا شويه دقيق ابيض، وغادي نسرح العجين. ما سرحت البطبوط يعني بحال هاد الشكل هذا، نتركه يرتاح لمده 20 دقيقه قبل ما نبدا نخبز فيه. عندي مقلاة فوق النار على حراره متوسطه، وغادي ندير فيها البطبوط يطيب.
للعصير هو عبارة عن عصير الفواكه. عندي هنا كيوي، تفاح، مشمش، فراولة، الجاس أو البوفيت، الموز، البنان. عندي هنا ياغورت فانيلا، يعني نكهة الفانيلا، ممكن تستعملوا أي نكهة عندكم في المنزل. إطر من عصير البرتقال. كما تقدروا تستعملوا أي فواكه عندكم في المنزل. نبدأ على بركة الله. إناء نضيف الفواكه، الياغورت، ونضيف شوية من عصير البرتقال، ثم نخلط العناصر مع بعضها بخلاط كهربائي. بعد ما خلطته تيجي بحال هاد الشكل خاتر. انا ما غنديش في السكر كيبقى على حسب الرغبه، ممكن نتوما تضيفوا السكر. والان نضيف الباقي من العصير البرتقال ونخلط. الشكل النهائي تيجي بحال هاد الشكل هذا، تيجي خاتر وتيجي زوين. الديسير هو عبارة عن كريم كراميل أو فلان. نحتاج إلى نصف إطر من الحليب، 80 غرام من السكر سنيدة، 4 بيضات. للكراميل سنحتاج إلى ملعقتين كبار من السكر وملعقتين كبار من الماء. عندي هنا وعاء فوق النار على حرارة متوسطة. نضيف الماء ثم السكر، ونترك السكر يذوب في الماء حتى نحصل على كراميل بني. في إناء نضيف البيض ثم السكر ونخلطهم مع بعض. بعد ما خلطتهم مع بعضهم نضيف عليهم الحليب ونخلطهم مع بعض. الكراميل ديالنا ها هو وجد. الان غادي نكبو في قالب ديال الحلوى اللي تدخل في الفرن. بعد ما كبيت الكراميل وخليته برد، الان غادي نضيف فوق منه الخليط. عندي هنا وعاء ضعت فيه منديل وضعت فيه ايضا 20 سنتيلتر من الماء. والان غادي نحط فيه قالب ديال الكراميل او ديال الحلوى. والآن ندخلهم في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة. السلام عليكم. هذه هي طبلة الإفطار. كريم كراميل الشكل ديالو النهائي تيجي بحال هذا الشكل هذا، تيجي زوين. السيجار او البريوات معمرين باللحم المفروم والخضر تيجيو بحال هكا. عندنا البطبوط تيجي بحال هذا الشكل هذا، تيجي زوين ومحمر حتى هويا. عندنا بطبيعه الحال الحريره، ندير لكم الرابط في اسفل الفيديو. عندنا عصير الفواكه، عندنا ايضا الشباكيه، ندير لكم ايضا الرابط في اسفل الفيديو، والتمر. نتمنى هاد طبلة الافطار تكون عجبتكم. وبهذه المناسبة نقول لكم رمضان مبارك سعيد، وشكرا على المتابعة في القناة شهوة نوفل. ونقول لكم مع السلامة إلى وصفة جديدة إن شاء الله.